الرسالة السرية نجاح. في إحدى المدن القديمة، كان هناك حي هادئ يعيش فيه الناس بسلام. في هذا الحي، كان هناك رجل يدعى عمر، معروف بحكمته وهدوئه. كان عمر يعمل في ورشة صغيرة لتصليح الساعات، وكان يحب عمله كثيرا لأنه كان يجد في كل ساعة قصة مختلفة. ذات يوم، بينما كان عمر يعمل في ورشته، دخلت عليه امرأة مسنة تدعى فاطمة. كانت تحمل ساعة قديمة جدا، تبدو وكأنها تعود لعقود مضت. قالت فاطمة: هذه الساعة كانت لزوجي الراحل، وهي تحمل ذكريات كثيرة. أرجوك، هل يمكنك إصلاحها؟ أخذ عمر الساعة بحذر وبدأ بفحصها. لاحظ أن هناك شيئا غير عادي بداخلها. بعد دقائق من الفحص، اكتشف رسالة صغيرة مخبأة داخل الساعة. كانت الرسالة مكتوبة بخط يد قديم، وتحتوي على رموز غامضة. عمر: سيدة فاطمة، هل كنت تعلمين بوجود هذه الرسالة داخل الساعة؟ فاطمة: بدهشة: لا، لم أكن أعلم بذلك. ماذا تقول الرسالة؟ عمر: إنها تحتوي على رموز غامضة. يبدو أنها رسالة سرية. بدأ عمر وفاطمة في محاولة فك شفرة الرسالة. قضيا أياما وليالي في محاولة فهم الرموز، حتى اكتشف أنها تشير إلى مكان معين في المدينة. قررا الذهاب إلى ذلك المكان معا. عندما وصل إلى الموقع المحدد، وجد صندوقا قديما مدفونا تحت الأرض. فتح الصندوق ليجد مجموعة من الصور والرسائل القديمة التي تعود لعائلة فاطمة. كانت هذه الرسائل تحتوي على قصص عن الحب والتضحية والشجاعة. فاطمة: بدموع الفرح، هذه الرسائل تعني لي الكثير. إنها تذكرني بزوجي وبكل ما مررنا به معا. عمر: أعتقد أن هذه الرسائل هي كنز حقيقي. إنها تروي قصة نجاح وتغلب على الصعاب. بعد اكتشاف الرسائل والصور القديمة، قررت فاطمة وعمر أن يشارك هذه القصص مع أهل الحي. نظموا لقاء في ساحة الحي ودعوا الجميع للحضور. كان الجميع متحمسا لسماع القصص التي تحملها الرسائل. في اليوم المحدد، تجمع الناس في الساحة، وبدأ عمر وفاطمة في سرد القصص. كانت القصص تتحدث عن الحب والتضحية والشجاعة، وكيف تغلبت عائلة فاطمة على العديد من الصعاب. فاطمة: هذه الرسائل تذكرني بزوجي وبكل ما مررنا به معا. كانت حياتنا مليئة بالتحديات، لكننا دائما كنا نجد القوة في حبنا لبعضنا البعض. عمر: هذه القصص ليست مجرد ذكريات، بل هي دروس لنا جميعا. تعلمنا أن نواجه الصعاب بشجاعة وأن نتمسك بالأمل. بينما كان الجميع يستمعون بانتباه، لاحظ: بالطبع، سأكمل القصة وأضيف المزيد من الحوارات والتطورات المشوقة. بعد اكتشاف الرسائل والصور القديمة من العائلة الثانية، بدأ الناس في الحي يتحدثون عن القصص التي تم اكتشافها. أصبح الجميع متحمسا لمعرفة المزيد عن تاريخهم المشترك. قرر عمر وفاطمة تنظيم لقاءات أسبوعية لمشاركة المزيد من القصص والذكريات. في أحد اللقاءات، جاء رجل يدعى يوسف، يحمل صندوقا قديما. قال يوسف: وجدت هذا الصندوق في علية منزل جدي. أعتقد أنه يحتوي على المزيد من الرسائل. فتح عمر وفاطمة الصندوق بحذر، ووجدوا مجموعة أخرى من الرسائل والصور. كانت هذه الرسائل تعود لعائلة ثالثة في الحي. بدأت القصص تتشابك وتكشف عن روابط غير متوقعة بين العائلات. فاطمة: يبدو أن هذه الرسائل تربط بيننا جميعا. إنها تروي قصة مجتمعنا وكيف تغلبنا على الصعاب معا. عمر: هذه القصص تعلمنا أن نكون متحدين وأن نواجه التحديات بروح الجماعة. بينما كانوا يقرؤون الرسائل، اكتشفوا رسالة تشير إلى مكان آخر في المدينة. قرروا الذهاب إلى ذلك المكان معا. عندما وصلوا، وجدوا صندوقا آخر مدفونا تحت الأرض. فتحوا الصندوق ليجدوا مجموعة أخرى من الصور والرسائل القديمة. يوسف: هذه الرسائل تذكرني بجدتي وبكل ما مررنا به معا.
إنها تروي قصة نجاح وتغلب على الصعاب. عمر: أعتقد أن هذه الرسائل هي كنز حقيقي. إنها تروي قصة مجتمعنا وكيف تغلبنا على الصعاب معا. فاطمة: هذه الرسائل تذكرنا بأننا جميعا مرتبطون ببعضنا البعض. قصصنا وتجاربنا تشكل جزءا من تاريخنا المشترك.